يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم. لو بتحبي تربية الطيور او عندك وقت فاضي، عندك سطح، عندك بلكونة عايزة تستغليها وتملي تلاجتك، جالك ضيف مفاجئ فحابة تعملي معاه الواجب. الكتاكيت دي حاليا 10 ايام، انا كنت جايباها عمر يوم، اهم محطوطين في كرتونة ولسه هيقعدوا 5 ايام تاني لحد ما اللي في السلاكة دولت يتكلوا الى رحمة الله يعني. فواحدة واحدة معايا كده. لو انتي بتفكري انا هقولك انا عملت ايه. مهم خطوة لازم تبدأي بيها ان انتي تجيبي السلاكة ام ادراج، بتتسمى سلاكة، بطارية، عشة. المهم اللي انتوا شايفينها ديت ليها بدال الدرج 2، ده اسمه درج نظافة، بيخرج بيسهل عليكي جدا، لا في ريحة ولا في مجهود. بصي انتي بترفعي وبيبقى بعيد خالص عن اي فضلات بتنزل تحت، فده هيسهل عليكي جدا. وما انصحش ان انتي تعملي خاصة في البلكونة تربي طيور من غير السلاكة دي مقاسها متر في 50 في ارتفاع 50، بتناسب ما بين 8 ل10 فرخات. نصيحتي التانية ليكي ان انتي تبدأي بجوزين 3، ويفضل لو انتي لقيتي الفراخ عمر اسبوع يكونوا خدوا شرهم، لان الكتاكيت وهي عمر يوم بتبقى عايزة معاملة خاصة، وانتي لو مبتدئة ممكن بعد الشر يموتوا منك.